يا ترى نستثمر فلوسنا في الذهب ولا في الدولار ولا نجيب عقار؟ طيب هقول لكم على حاجة، جربتوا تستثمروا في نفسكم؟ لو ما جربتوش اسمعوا الحلقة دي للآخر عشان هقول لكم الاستثمار الصح يبقى في ايه. يا مساء الفل عليكم، معاكم هند مراد وانتوا بتسمعوا بودكاست خطوة وأثر. طبعًا في ظل الظروف اللي إحنا عايشين فيها كلنا، يعني سواء بقى من إن تغيُّر سعر العملة، سواء من بطالة، سواء من الظروف الاقتصادية والحروب اللي حوالينا اللي خلّت كل حاجة بتنهار، وخلّت إن حتى الجنيه اللي أنت بتحوّشه دلوقتي بيفقد قيمته، فبتلاقي إن كل الناس بتروح تجري تستثمر على الدهب، على الدولار، تحط فلوسها في عقار. طيب وأنت واقف عمّال بتتفرّج وسط دول، أنت حتى لو ما عندكش قدرة شرائية، أنت ممكن نَفْسك تبقى عندك دخل تقدر تعمل زي كل الناس دي كلّها، فنَفْسك ده هو أكبر استثمار، اللي أنت تستثمر في نَفْسك، اللي أنت تخلّي لنَفْسك قيمة، تخلّي لنَفْسك سعر. صدّقني أنت بتقدر تعمل حاجات كتير، يعني حاجات ينفع اللي تعمل لك دخل، حتى لو حاجات بسيطة، في ناس كتير محتاجة منّك الحاجات البسيطة دي، بدل ما أنت قاعد على الكنبة، بدل ما أنت قاعد عمّال تسكرول على السوشيال ميديا، بدل ما أنت عمّال تضيّع وقتك في أفلام يمين وشمال ونتفليكس وغيرها من الحاجات اللي أنا باعتبرها مضيعة للوقت. لأ، أنا ممكن في وقت اللي أنا أتعلم مهارة جديدة واستثمر في نفسي. وعلى فكرة مش معنى ان انا استثمر في نفسي ان انا اروح اعمل MBA بمبلغ قد كده، ولا اعمل PhD، ولا اروح اعمل دبلومز في مكان وادفع فيه فلوس قد كده. زي ما احنا شايفين دلوقتي العالم بقى منفتح، اليوتيوب وسورسز تانية كتير زي كورسيرا، زي يودمي، زي يوداسيتي، زي حاجات كتيرة جدا حدث ولا حرج. انت لو قعدت تعمل حتى سيمبل سيرش على الجوجل هتطلع لك مصادر للتعلم كتيرة جدا جدا جدا. بس زي ما أنا قُلت لك في الأول، أنت محتاج تعرف نَفْسك، محتاج تعرف أنت بتحب إيه، بتحب تطلع منّك إيه، يعني إيه اللي أنت لو قعدت مع نَفْسك وقعدت اشتغلت على نَفْسك مهارة واحدة، أنت لو اشتغلت بيها على نَفْسك هتفرق معاك في حياتك كلّها، هتفرق اللي أنت تقدر تعمل دخل إضافي، هتقدر اللي أنت تشتري الدهب والدولار والعقار اللي كل الناس عمّالة تجري عليهم، وأنت عمّال تبُص كده ومش عارف طَب أنا أروح فين وآجي منين، وأنا محلك سر قاعد على الكنبة، قاعد عمّالة أسكرول بلا هدف، بلا هدف باسكرول وخلاص. وما أعرفش أنت عارف والّا لأ المعلومة دي، بس في مصادر كتير بتقول لك إن حتى إن أنت بتشوف أكتر من كذا reels كده ورا بعض، دي بتتعب مخّك، بتتعب خلايا أعصابك. فده حتى يعني أنت يا ريت بتعمل حاجة مفيدة والّا بتاخد معلومة مفيدة، أنت كمان بتجهد نفسك وبتجهد أعصابك من غير أي هدف ومن غير أي حاجة ممكن اللي أنت تستفيدها من مضيعة الوقت دي. ولو اتكلمت مع حد من اللي بيضيعوا الوقت دول وماسكين الموبايل او قاعدين يتفرجوا على التلفزيون بالحاجات بقى الريسيفرز الجديده اللي هي عليها سورسز كده للمسلسلات والافلام، وحدث ولا حرج ان انت تقعد بالساعات عمال كده بتدور تقلب من الفيلم ده للمسلسل ده تطلع من ده. طب انت في الاخر اتفرجت على فيلم ولا اتفرجت على مسلسل، والجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث انت استفدت ايه؟ يعني ايه اللي بتطلع منه لما انت بتخلص فيلم؟ يعني ماشي ممكن دي حاجة تبقى ترفيهية بس في وقت فراغك، وفي حاجة يعني في وقت محدود، مش اللي هو طول اليوم انا بعمل كده. لا ده حرام، خلي بالك انت هتقف قدام ربنا وهتتحاسب على وقتك وعن عمره فيما افناه. فالعمر ده اللي هو محسوب مننا الوقت، الوقت ده انت بتضيعه في ايه؟ فحرام لما تقف قدام ربنا حتى انت مش بتصلي، مش بتجتهد ان انت تتعلم قرآن، مش بتعمل اي حاجة حتى تفيدك في اخرتك، ده انت بتبوظ دنيا واخرة. ف... فلازم تقف وهنا بقى وتفكر انا محتاجة اعمل ايه. وهتلاقي كده، يعني لو انت جالك الاحساس ده اللي هو تأنيب الضمير، اللي هو انا محتاجة اعمل ايه، انا كده بضيع وقتي، انت فعلا انسان كده صاحي، يعني انسان عندك ضمير. لا طب ما نفوق بقى كده معايا وتعالى شوف المهارة اللي انت حابب تتعلمها. انت مثلا حد بيحب يشخبط كده وماسك، بتحب ترسم فتتعلم ديزايننج، انت بتحب الارقام طب ما تتعلم تحليل البيانات، انت بتحب، يعني هتلاقي اي يعني اي نوع من الهوايات
هواية ممكن تطلع منها حاجة تبقى مصدر رزق ومصدر دخل ليك. والسورسز كتيرة جدا زي ما انا قلت لك في الاول اللي انت تتعلم منها. انت مش محتاج تروح تعمل MBA. وانا بلاقي الناس بتتصارع وان هي تحط الMBA في الCVs بتاعها. طب هي دي ادد فاليو؟ هي فعلا يعني اضافت قيمة ليك في طريق؟ يعني الاقي واحد مثلا خريج بيزنس ورايح يعمل MBA، والله حاجة مضحكة جدا يعني انت يعني ايه اللي هتضيفه ليك؟ لو بس يبقى هيقول لك بتعلي الCV، ما عندوش خبرة وما عندوش اي حاجة وراح دفع مبلغ قد كده في MBA. طب ايه اللي انت بتعمله؟ يعني فلازم تبقى عارف انت بتستثمر في ايه. ففي وسائل يعني من غير بقى ما تروح تدفع فلوس وتاخد كورسات في قد كده وتضيع وقتك بقى وتحضر اون سايت وتلبس وتنزل وتجهز المصادر كتيرة اونلاين، وحدث ولا حرج. اللي انت بس محتاج اللي انت تقعد مع نفسك وتعرف ايه فعلا اللي انا بحبه واللي انا بقى هعرف اتعلمه وهعرف يبقى ده يكون مصدر رزقي. صدقني حتى لو انت بتشتغل وبتضيع وقتك بعد الشغل في حاجة يوزلس، يعني ان هي كده الوقت ده هتتسأل عليه قدام ربنا. حرام حرام اللي انت تضيعه في حاجة ملهاش اي هدف، ملهاش اي هدف ولا في دنيا ولا في اخرة. وفي جملة كده معرفش بصراحة أنا قريتها فين، بس كانت دايما معلقة في دماغي كده. بس كنت بشوفها كده قدامي وأنا جاية بفكر في أي مهارة جديدة أو في أي حاجة بتعلمها، بحس إن هي كانت بتحفزني جامد جدا. بس صدقوني أنا يعني ممكن تعملوا عليها سيرش، بس أنا مش عارفة مين اللي قالها، بس دي دايما بتبقى في دماغي كده، اللي هي استثمر في نفسك لأنه الاستثمار الوحيد اللي محدش هيقدر ياخده منك. وده فعلا يعني انا بشوف ان ده حقيقي، ان السوق اصلا ممكن ينهار في ثانيه. انت في وسط اللي احنا بيحصل ده انت مش ضامن ايه اللي فين، يعني مين العمله اللي هتعلى، مين حتى المعدن اللي هيبقى سعره اعلى. ناس كتير حتى من الصينيين طالعين يقول لك استثمر في الفضه وبلاش تروح للذهب، ناس يقول لك مش عارفه بلاتينيوم، ناس تقول لك ايه، حتى مختلفين على نوع المعدن اللي انا استثمر فيه. حتى الدولار فيه فلكتويشن او فيه تقلب كده، ان هو مره يبقى عالي مره يبقى سعره منخفض، او مش بينخفض عندنا يعني بطريقه كبيره، بس محدش عارف بكره في ايه. يعني الدنيا كلها والعالم كله بيتغير ما بين يوم وليله. بس صدقني المهاره اللي انت بتكتسبها واللي انت بتتعب عليها عشان تتعلمها دي حاجه بتفضل معاك، لان دي حاجه بتبني معاك خبره. فحتى مش لازم ان انت مثلا بتستغل الخبره في بلدك، يعني زي ما انا قلت لك في الحلقه بتاعت ازاي تعمل دخل بالدولار، اللي انت ممكن تبقى شغال مثلا من مصر وبتشتغل على اي بلد عربيه او بلد اوروبيه. في اي ظرف اقتصادي في اي بلد في اي حاجه، انت لو معاك خبره هتعرف تشتغل وهتعرف تعمل دخل. وعلشان تصدق كلامي وتصدق ان فعلا حتى لو مهارة صغيرة ممكن تغير لك حياتك 180 درجة، تعالى كده احكي لك حكاية بتاعت واحد اسمه وارين بافيت. وارين بافيت ده من اغنى اغنياء العالم دلوقتي، وراجل بقى يعني بيقولك عليه اسطورة الاستثمار يعني. بس مين يصدق ان كانت بداية حياته ان هو كان حد خجول جدا جدا يعني. وحتى لما بيجي بيتكلم مع حد بتلاقيه اللي هو بيتشيك كده او بيترعش ومش قادر يعبر عن نفسه خالص. على فكرة دي حاجات بتحصل كتير للناس، خاصة اللي شغالة في مجال IT، الناس اللي هي بتتعامل مع ارقام مثلا على طول، مش بتتعامل مع ناس شغلها بيبقى لوحدها. يعني بتلاقي الناس المبرمجين هتلاقي عندهم المشكلة دي، ان هو ما عندوش كوميونيكيشن سكيلز، هو بيتعامل مع آلة مش بيتعامل مع ناس. فبيبقى عنده مشكلة ان هو يقف يتكلم قدام ناس كتير. برضو دي حاجة حصلت لي على فكرة. يعني انا كنت في الاول ما كنتش اتخيل خالص ولا يجي في دماغي ان انا مثلا ممكن اعمل برزنتيشن لحد 50 حد في مكان مقفول. يعني ممكن كنت اموت من الخوف يعني. بس اول مرة عملت برزنتيشن مش زي تاني مرة مش زي تالت مرة، بس انا قعدت اشتغل على نفسي لحد ما بقيت اتكلم كويس. لا بالعكس، ده انا بقيت اتمنى ان انا اقف اتكلم واحكي، واديني اهو عامله بودكاست وبتكلم فيه بمنتهى الاريحيه، ما عنديش اي نوع من ان انا لا برتجف او ان انا خايفه اتكلم او الحاجات دي، لا. ونرجع تاني لوارن بافيت.
هو كان بيحكي بقى حتة القصة بتاعت اللي هو ما بيعرفش يعبر عن نفسه، ما بيعرفش يتكلم قدام الناس، بيحس ان هو يرتجف، حد انطوائي. ففضل اللي هو يحكي الحكاية دي اكتر من مرة، على الرغم انه كان عنده معرفة مالية ضخمة من وهو صغير. يعني من هو صغير علاقته بالارقام، واللي هو يقدر يقول لك انت تستثمر فين بايه، كان وهو صغير عنده التالنت دي. بس مشكلته اللي هو ما يقدرش يقف قدام حد يشرح له افكاره. بيحس دايما ان الخوف هو اللي مسيطر عليه. فده طبعا كانت حاجه بارير يعني، او عائق ليه في مسيرته المهنيه بالكامل. فمهما كانت انت معرفتك عاليه، حتى لو انت دكتور، تخيل مثلا دكتور في الجامعه مش قادر يقف يشرح، ده هو الكور بتاعت الشغلانه بتاعتك، ان انت تقف تشرح وتسمبليفاي او تبسط المعلومه للاودينس او للجمهور اللي بيستقبل منك المحاضره. فتخيل انت بقى دي تبقى شغلتك وانت مش عارف تعبر، فدي مشكله كبيره يعني. فبافت بقى راح اشترك في كورس تدريب بقى على الخطابة، وازاي يعمل البابليك سبيكينج، وازاي يتواصل مع الناس، وفعلا فرقت معاه. فتخيل معايا كده ان واحد عنده تالنت وعنده مخ عبقري في المالية وفي الحسابات وفي الارقام، ومش عارف يتكلم. لما اخد كورس، والكورس ده على فكرة ده حاجة بسيطة جدا يعني، اكيد ما تعداش معاه مثلا الاف الدولارات، ولا اخد منه سنين عشان يدرسه. يعني هو مش ماجستير، مش دكتوراه، ولا شهادة جامعية مثلا من جامعة زي هارفرد، ولا جامعة زي كامبريدج. لا، ده هو كورس كده بسيط بس فرق معاه في حياته كلها. لان المهارة اللي هو اتعلمها، هو لو ما كانش اتعلمها كان خلاص ما كانش بقى وارن بافيت، ولا كان بقى يبقى اغنى حد في العالم، ولا اي حاجة خالص يعني. يعني تخيل انت حد ماهر جدا، بس مش عارف تتواصل مع حد قدامك، مش عارف توصل له فكرتك، فدي مشكلة كبيرة. فلما هو اكتسب المهارة دي، بقى بيقود اجتماعات طبعا الشركة، واجتماعات قدام ناس كتير، وبقى بيقنع آلاف المساهمين وآلاف الناس ان هي تستثمر معاه. وزي ما هو يعني حكى بنفسه كمان، اللي هي كمان ادته الجرأة ان هو يطلب ايد واحدة هو كان معجب بيها للجواز. يعني تخيل انت حد خجول لدرجة ان انت مش عارف تطلب من حد اللي انت معجب بيه ان انت تتجوزه، فدي حاجة طبعا مشكلة كبيرة جدا. بس فكروا معايا كده في الموضوع، ان راجل معاه اذكى عقل استثماري في جيله، وبمهارة واحدة بس بسيطة، بمبلغ مش آلاف الدولارات زي ما أنا قلت لك، بس فتحت له أبواب ووصلته لكل الفلوس اللي أنت يعني مش هتعرف أصلا تعدها لو أنا قلتها. وعلى فكرة مش بس أنا بقول لك قصة حياة ملياردير، بس أنا بشوف واشتغلت مع ناس كانت بتعمل دخل بالدولار من الموبايل. يعني في ناس كتيرة جدا أنا بعرفها بتشتغل مودريشن، أو اللي هي ماسكة الرد على مواقع التواصل الاجتماعي لشركة وشركتين وثلاثة في نفس الوقت. لأن هي كل اللي عاملاه اللي هي بترد على العملاء من التليفون، بتبقى ليها أكسس على أكاونت الشركة، وبترد على الناس من التليفون، وبتقدر تعمل دخل إضافي. في ناس تانية أصلا بتعمل تصميمات من كانفا، وكانفا ده برنامج انت ممكن تشتغله على البراوزر، ممكن بابليكيشن على الموبايل. مش لازم ان انت يبقى عندك لابتوب، لازم ان انت تبقى حد بروفيشنال بقى، وحد عارف جدا في التصاميم والالوان لا، في الاف مؤلفه من التمبلتس اللي انت ممكن تغير فيها التكست، تغير فيها الفونت، تغير لون باك جراوند، وسهل جدا ان انت تعملها من التليفون. وفي حاجات كتير، يمكن انا في القناه عندي انا عامله ازاي تكسب دخل من برنامج الكانفا، وتقدر تعمل دخل بالدولار، وتقدر تعرض المنتجات بتاعتك لو بتعمل منتجات رقمية على أمازون، على إيتسي، على جامرود، وعلى مواقع زيها كتير. فما بقاش في حجة اللي أنا هعمل دخل، ما بقاش بس القصص الملهمة اللي أنا بقعد أقولها، وبافت وناس كتير غيره، إن هم إزاي من لا شيء ومن مهارة صغيرة فرقت معاهم 180 درجة في حياتهم، خلته من حد بسيط لحد أشهر مشاهير العالم. على فكرة أنت تقدر تعملها، بس انت لازم تشتغل على نفسك، لازم تبقى مؤمن بنفسك، لازم تبقى شايف نفسك بعدين انا حاطط هدف وحاسس ان انا هحققه، وبشتغل على اللي انا هحققه. يعني مش بس حاسس، لا انا بشتغل على كده. وحتى احنا عندنا وإن سعيك سوف يرى.
يعني إن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيك سوف يرى. فده وعد من ربنا. الناس اللي بتسعى يا سيدي الأرزاق على الله، بس أنت اسعى، أنت اتحرك من مكانك. صدقني الكنبة والسكرولينج على الفيسبوك وصحابك اللي عمال تضيع معاهم وقت في الشاتنج على الواتساب، كل ده يوزلس. الوقت اللي انت بتروح تقضيه بره في كافيه ومش عارفه ايه، تصرف في فلوسك وفلوس اهلك اللي هم تعبانين وشقيانين فيها وانت قاعد مش بتعمل حاجه، صدقني صدقني هتتحاسب عليه. وصدقني انت ممكن تبقى نسخه منك افضل، بس انت محتاج زقه، محتاج اللي انت تقوم، محتاج اللي انت تحس اللي انت ليك قيمة. والله انت ليك قيمة، انت تعرف تعمل حاجات كتيرة جدا، بس دور على الحاجة وسط الحاجات الكتيرة دي وركز فيها. يعني بقى مش تسمع كلامي وتروح تتعلم ديجيتال ماركتينج وتروح تتعلم ديزايننج وتروح تتعلم داتا اناليسز، انت كده بتكعبل نفسك. لا، انت شوف حاجة واحدة وابتدي ركز فيها. يعني انا بعرف واحدة اتعلمت تسويق رقمي، اخدت شهادة عادية جدا من حاجات اونلاين هي اتعلمتها، وكمان ما كانتش مدفوعة، بس كان من مصدر موثوق. وابتدت اللي هي مع الشهادة دي بقت بتدير حسابات لعملاء خليجيين وعملاء كمان اجانب. هي كان الانجليش بتاعها كويس متوسط يعني، فقدرت ان هي تشتغل مع عملاء من دول مختلفه وبقت تاخد دخل شهري ثابت. ولا قلت لك بقى اخدت MBA ولا اخدت PhD ولا راحت مش عارفه دفعت فين عشان تاخد دبلومه في الديجيتال ماركتنج، لا دي اخدت حاجه مجانيه جدا. فابدا بالحاجات المجانيه، ابدا بقى شوف انت ميال لايه اكتر وابتدي تعلمه، بدل ما انت قاعد تضيع وقتك على التلفزيون. لا، انا اقعد اضيع وقتي بقى واشوف بقى، اسكرول الاول، انا احدد. وفي على فكره حاجات، يعني في سوفت وير كده وفي كويز كده بتتعمل عشان تعرف المهاره اللي عندك. ممكن انت بتبقاش عارفها، يعني ممكن انت بتبقى بتحب الديزايننج او تعرف تعمله وانت مش عارفها. في حاجات كده موجوده اونلاين تقدر كمان تقول لك ايه المهارات اللي انت فعلا تبقى حابب اللي انت تتعلمها او اللي انت تعرف تتعلمها بسهوله وتقدر تطبقها كمان بسهوله. وزي ما انا قلت لك، انت محتاج بس تعرف المهاره، سواء بقى انت عرفتها بسوفت وير، سواء انت لقيت حاجه انت حاسس ان انت ميال ليها وليك باشن ليها فحبيت ان انت تدرسها ولقيت سورس ليها كويس وابتديت تتعلمها وابتديت تطبق اللي انت بتتعلمه، فجات لك فرصه، فالفرصه ان شاء الله تجيب لك فرصه تانية، وهتلاقي نفسك في لوبينج بين الفرص او داخل في دايره من الفرص. ودي تكون ان شاء الله نقطه بدايه ليك، يعني تحس ان انت بدل ما تضيع وقتك انت كده بتستثمر وقتك. وده اللي بيفرق بقى بين الاستثمار في اصل ثابت زي الذهب او الاستثمار في عقار او دولار، وبين الاستثمار في نفسك. لان الذهب هيفضل الجرام زي ما هو، لكن المهاره اللي انت بتتعلمها دي بتتضاعف وبتقعد تتفرع وبتقعد تفتح لك ابواب رزق انت ما كنتش متخيل ان هي تتفتح لك، بس انت تسعى. يعني احنا عندنا بنقول ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى. اجتهد بس، ان شاء الله سعيك ده ان شاء الله هيكون مثمر وهتحقق بيه نجاحات كتير. واخر السنه فاضل عليه حوالي 4 شهور، احنا في شهر 8 النهارده. ف واتس ايفر بقى انت بتسمعني امتى، بس انت لسه معاك وقت. ابتدي من النهارده، ابتدي خطط لاخر السنه، انا هكون اتعلمت مهاره جديده ايه. اقعد كده النهارده مع نفسك عشان ما يبقاش الكلام اللي انت سمعته مني ده كلام كده مر عليك مرور الكرام، ولا انت كمان حتى ضيعت بيه وقتك. لا، استفاد من الكلام ده وطبقه عملي. اقعد مع نفسك، شوف ايه مميزاتك، ايه عيوبك، ايه المهارات اللي انت بتحب تتعلمها، شوف اكتر مهاره انت بتحبها وابتدي اشتغل عليها، ابتدي تعلمها، ابتدي طبقها، ابتدي من النهارده. وتقعد بقى تسأل نفسك سؤال حقيقي لما حتى تيجي لاخر السنه، هو انا استثمرت في نفسي قد ايه السنه دي؟ هيبقى لسه عندك وقت، لسه معاك وقت. لو ابتديت من النهارده صدقني هتلاقي نفسك على السنه الجديده انسان تاني خالص، انسان حتى شخصيه ونسخه احسن من اللي انت موجود فيها النهارده بكتير. حتى لو انت لسه ما لقيتش شغل، بس هتلاقي ان انت بتتحسن للاحسن، ما بقتش بتضيع وقتك في حاجات انت مش بتفيدك في اي حاجه، حاجات انت كده يعني زي ما احنا بنقول كده ويست اوف تايم، يعني حاجات اللي هي بتضيع وقت. واهم حاجه في عمر الانسان هو وقته، فما تحسبش ان الوقت ده كده بيمر دي حاجه كده اي كلام. لا، ده كل ده محسوب من عمرك. يعني بجد والله سنه ورا سنه ورا سنه هتلاقي نفسك طب وبعدين انا رايح فين؟ طب انا جاي منين؟ الناس حواليا بتتقدم والناس بتطلع لفوق وانا واقف محلي سر. طب ليه انا بعمل في نفسي كده؟ فعلشان كده زي ما انا قلت لك لازم من النهارده تبتدي. احنا معانا وقت زي ما انا قلت، اللي احنا لسه لاخر السنه اللي احنا نقدر نستثمر في نفسنا.
فإجمالًا كده من حلقة النهارده واللي أنا عايزة أقوله لكم إن موضوع الدولار والدهب والعقار دي حاجات ومسلمات كده الناس هتفضل تستثمر فيها، ودي حاجات مهمة الناس بتحفظ بيها قيمة الفلوس بتاعتها. بس فعلًا أنتم لو عايزين بقى تكبروا وعايزين تفتحوا لنفسكم أبواب رزق جديدة وعايزين تحققوا دخل مختلف عن اللي أنتم موجودين فيه دلوقتي، يبقى المكان اللي هتحطوا فيه وقتكم وهتحطوا فيه تركيزكم هو مهارة جديدة تتعلموها. أرجو يا رب إن أنتم تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة بخطوة جديدة تعملوا بيها أثر مع بودكاست خطوة وأثر هند مراد.